قال لي انا شفتك في مسلسل صدفة وانت ده قريب بقى. قريب قوي. قال لي انت بتشبهني او ممكن اقول عليك خليفة الفنان حسن حسني. قلت له يا ده كتير قوي قوي. قال لي لا 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 انا بتكلم جد. قلت له طب في ايه ده؟ ما يعني انا بعيد عنه خالص. قال لي انا شفت مسلسل صدفة كله 30 حلقة. المشهد اللي انت بتكتشف ان زوجتك كانت بتستغفلك طول السنين اللي فاتت وكانت على علاقة بأبو صدفة، كانت على اتصال بيه يعني. فانت بتصعب عليك نفسك وبتلم شنطة هدومك وبتسيب البيت وبيغمى عليك وودوك المستشفى. فمشهد فيه كم تراجيدي حلو. ففكرتني بالفنان حسن حسني في دماء على الاسفلت. هو اخد جايزة في الدور ده ومالوش اي علاقة بالكوميديا. قلت له ده لو انت حطيتني في الكارير ده او في البرواز ده انا اشكرك. انا لا 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 انا عن نفسي بعيد يعني لسه بعيد، لكن لو انتوا شايفيني كده ده فضل من عند ربنا. هو يمكن عشان حضرتك اول مره يمكن بتتشاف تراجيدي كومبليتلي في العمل كله. هو دور جاد. انا مش هقدر اقول عليه تراجيدي قوي بس دور جاد. ايوه ما فيهوش غير اللي احنا متعودين عليه. الكوميديا انا برجع ده للامانه يعني للاستاذ سامح عبد العزيز المخرج، ان انا كل لما اجي ادي تاتش كوميدي فبقى يلفت نظري يقول لي لا الشخصيه مش بترمي على كوميديا. انا يعني انت معايا في 30 حلقه فما تجيش في حلقه يعني تضحك وقفات وبقيه الحلقه لا، عايزين نحافظ على الترمومتر بتاع الاداء بتاعك. هو بعد ربنا الاستاذ سامح عبد العزيز بفضل كبير قوي ان انا اطلع بهذا الشكل اللي ارضى الناس يعني. امين يا امين. ايه في ايه؟ على بسرعه الحقني ابنك بيتخانق مع اللي ما تتسمى تحت. والله العظيم اصورك واطلعك يعني. استني بس رايحه فين؟ انا مش هسيب ابني. بس احنا ما سيبناهوش يا حنان، هو اللي سابنا. احنا جرينا على صدفه بسرعه جدا لان لا الكلام بس هو اللي وجهني. لا احنا عايزين بقى نكمل يعني حضرتك. انا عايزه اكمل بقى مسيره الاعمال السينمائيه الكوميديه اللي انت بداتها، لان احنا اشتغلت مع محمد هنيدي واشتغلت مع محمد اللي سعد. بالي بالك محمد سعد وصاحب صاحبه محمد هنيدي. واشتغلت يعني اعمال كوميديه كتير. ولما وفول جيت الصين العظيم ولما جيت ولما جيت قدمت كمان دراما بداتها بالسيت كوم فتره طويله. في فتره عملت سيت كوم. فخلينا بقى ايه وقبل سلطان الغرام طبعا يعني ده هو العمل الدرامي العظيم للراحل خالد صالح. فخلينا كده نشوف سبب الاختيار وسبب الانسجام مع الفنان طبعا محمد هنيدي في البدايه. هو الاختيار ما قلت مش زي ما قلت لحضرتك مش مني، هو المخرجين شايفيني في الحته دي. الوحيد اللي كان جريء شويتين ثلاثه، لا شويتين ثلاثه 4 5 الاستاذ سامح عبد العزيز، ان هو ياخدني من مثلا ايه من 6 7 حلقات في مسلسل او مشهدين في فيلم ل 30 حلقه في رمضان اللي فات ده. لا طب ايه سبب ارتباطك في الاعمال او في الشغل مع محمد هنيدي مثلا؟ اولا هو صديق شخصي، صدوق من ايام الجامعه ولا زال. فهو يعني شايف ان هشام ده جواه كتير قوي قوي بس مش هو اللي بيختار يعني الموضوع مش في ايده. ممكن يرشح كصديق مثلا فكان بيرشحني وهو عارف ان ايه يعني. انا مثلا لما اشتغلت في صعيدي في الجامعه الامريكيه هو اللي مرشحني. وبعدين توالت الاعمال بقى، يمكن صاحبه من الاعمال اللي ما لقتش نجاح قوي هو فول الصين العظيم، لكن برضو ادوار حضرتك كانت برضو بارزه، كانت معلمه عند الناس. ده يعني انا المفروض ما اتكلمش عن نفسي بس انا هقول يعني للامانه الفنيه ان الممثل القوي، مش قصدي انا بتكلم بشكل عام اهو، لما تديله دور صغير هيعمله قوي. لكن الممثل العادي لما تديله دور صغير هيعمله عادي. الممثل الضعيف لما تديله دور صغير هيعمله ضعيف، لان الارض اللي واقف عليها على قد موهبته. اكيد. بس فانت لما بتشوفي مشهد في فيلم وطالع بشكل حلو، لان اللي بيأدي